هذه السجون التي أراد الاحتلال بها أن تكون مقابرا للأحياء، يصر الفلسطينيون أن يخرجوا منها للحياة رغم سياسات القتل الممنهجة التي تمارس بحقهم، سواء في الحياة داخلها أو في زيارة الأهل لديهم. ورغم التباعد الزمني في الزيارات والتضييق خلالها، نجح 6 أسرى فلسطينيين في تهريب نطفهم من داخل السجون إلى خارجها محاولين الإنجاب. تم تهريب بعض العينات من داخل السجون لأسرى داخل السجون الإسرائيلية لزراعة أطفال أنابيب لزوجاتهم هنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد نجحت حالتين في الضفة الغربية وتم ولادة الأطفال من عائلة الزبن. أما هنا في قطاع غزة فقد نجحت قبل عدة أيام عملية زراعة طفل أنابيب لزوجة الأسير تامر الزعنين. هذه السيدة هي زوجة الأسير تامر الزعنين المعتقل منذ منتصف عام 2006. تمكنت أخيرا من تحقيق حلمها بالإنجاب عبر فكرة تهريب النطفة من داخل سجون الاحتلال. الحمد لله يعني وبتوفيق من الله وبحمده قررت أنا وزوجي نخوض عملية أطفال أنابيب، وذلك تحدي للسجان وإنجاز راح يكون للحركة الأسيرة في داخل السجن. تم التواصل معي من قبل زوجي إنه راح يكون في يوم 11/2 تهريب عينة من داخل سجون الاحتلال. الحمد لله احنا انتظرنا أنا وأمه على بوابة إيرز. غاب تامر في عتمات السجون، لكنه سرب الفرحة لذويه من داخلها، منتصرا لهم وللأمل بالمستقبل. كانت يعني أسعد لحظات حياتي لأني حشوف أولاد ابني قبل ما أموت، لأنه الواحد ما بضمنش عمره. والحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب كل حين وكل وقت على هذا الموضوع، لأنه الحمد لله إحنا بننتصر على السجن والسجان وبنخلف وبنجيب أولاد رغم هم موجودين في سجن الاحتلال. أجلت فرحة هذه العائلة ل6 سنوات أكلتها السجون من عمر تامر وزوجته، إلى أن نجحا أخيرا في الإنجاب وكسر الإرادة الصهيونية، ليظل القول على هذه الأرض لإرادة الحياة الفلسطينية. لقناة الشروق الجزائرية، معتز أبو صفية، فلسطين المحتلة.